في شغلانات صعبة وفي شغلانات سهلة، بس في شغلانات مخيفة زي آخر شغل أنا كنت فيه. طبعا بعد الموقف اللي حصل لي هناك ده أنا قررت أسيب الشغل وأنفد بجلدي، لأن اللي حصل لي هناك ما كانش طبيعي أبدا. أنا بشتغل موظف أمن أو سيكيورتي زي ما بيقولوا عليا في واحدة من شركات الأمن المشهورة واللي مش لازم أقول اسمها. شغلنا غالبا بيبقى حراسة المصانع أو الشركات اللي بتتعاقد مع شركتنا على الكلام ده. وأنا حظي جه بقى في حراسة مستشفى قديمة في رجل أعمال مشهور جدا اشتراها، واحد من الناس اللي بتتعامل مع المليون جنيه كأنه 20 جنيه دول، والمفروض إنه حط خطة كده عشان يطورها لأنها مهجورة من فترة طويلة قوي، بس بسبب الظروف الحالية هو قرر يأجل المشروع شوية. المشكلة هنا إن المستشفى دي في منطقة مقطوعة، عشان كده غالبا المدمنين والشمامين بيستخدموها كوكر بيتعاطوا فيه الحاجات بتاعتهم. ده غير حاجات تانية بتحصل في المكان مفيش داعي لذكرها دلوقتي. فعشان ينظف الدنيا وينظف المستشفى جاب شركة الحراسة بتاعتنا وطلب مننا ناخد بالنا من الموضوع ده، وفعلا تعاقدنا مع راجل مقاول معروف في الموضوع ده جدا. عمل سور شايك مكهرب فوق سور المستشفى، وركب بوابة حديد كبيرة بره عشان محدش يعرف يدخل أو يخرج، ركب كذا كاميرا مراقبة في أماكن مختلفة عشان نقدر نراقب الدنيا بسهولة من كشك المراقبة بتاعنا. ولأن شركتنا ماسكة مشاريع كتير وده واحد من المشاريع اللي دلوقتي في الوقت الحالي ما بقتش مهمة لأنه اتأجل، فسحبوا كل العمالة منه ما عدا 4. أنا كنت واحد منهم. كل 2 بيمسكوا وردية 12 ساعة، 8 الصبح ل 8 بالليل أول وردية، ومن 8 بالليل ل 8 الصبح تاني وردية. زميلي في الوردية اسمه محمد هاشم، بس شهرته أبو سريع، ده لأنه أسرع واحد في الحياة بيروح في النوم. وأنا اسمي أدهم أدري، وعندي أرق مزمن، فغالبا مش بنام كتير للأسف. عشان كده كنا ثنائي هايل، هو بينام وهو مطمن لأني قاعد مش هنام، وبالتالي مش هتحصل أي مشاكل، وأنا قاعد لوحدي طول الليل، ودي حاجة كويسة لأني بطبعي انطوائي، يعني ما بحبش أتعامل مع الناس كتير، خصوصا لو بعد نص الليل في كشك ضيق صغير مقفول. في اليوم النحس اللي جاي أحكي لكم عنه ده كنت قاعد كالعادة بلعب بالموبايل، وكل كام دقيقة كده أرمي عيني على الشاشة اللي بتوريني كاميرات المراقبة وأرجع أكمل لعب. أما أبو سريع فمندمج في سيمفونية شخير محترمة قوي، بس وانا قاعد بلعب ومندمج كده لمحت حركه مش طبيعيه على واحده من الشاشات، وعلى طول رميت التليفون وتعدلت على الكرسي وصحيت ابو سريع من النوم. اما النوم مخضوض، في حاجه غلط في النور في الممر اللي فيه كاميرا 4. خد ثواني عشان يركز وبعدين قال لي هتلاقيها مشكله كهرباء ولا حاجه الوقت تتظبط. قلت له لا بص شوف في طرف الكاميرا هناك في حاجه غامقه اهي كانها ظل بني ادم. رد بكسل، تلاقي حد مدمن دخل واحنا مش شايفينه عشان يضرب حقنه ولا حاجه. قلت له لا، قوم بقى صحصح معايا كده وبص معايا. قام وقعد على كرسيه، دعك عينيه ولبس نضارته وقرب من الشاشه عشان يشوف، وقدام عينينا كان النور بيتهز، كان قاعد يطفي وينور بشكل مش طبيعي، وكمان كان في حاجه بتتحرك، حاجه زي ما تكون ظل اسود او خيال مش واضح، حاجه كانت بتقرب من الكاميرا بالراحه. قال لي كبر الصوره شويه خلينا نشوف ايه ده. كبرت الصوره، وقدام عيني وسط رعشة النور شفت ست عجوزة بتتحرك ببطء، جسمها زي ما يكون شفاف، أو يمكن جودة الكاميرا مش أحسن حاجة فعشان كده شايفينها بالمنظر ده. كانت بتتلفت حواليها وكأنها بتدور على حاجة أو بتدور على حد، لحد ما شافت الكاميرا، قربت من الكاميرا وبصت لها وبدأت تشاور بإيدها إن تعالى. كانت بتطلب إن حد مننا يروح لها. بصيت لأبو سريع فقال لي قرب منها الكاميرا كده خلينا نشوف الست دي عايزة ايه. قربنا الكاميرا منها وكانت بتشاور بايدها بحركة واحدة بس، مرة ورا مرة ورا مرة من غير ما تقف ثانية. بلعت ريقي وقلت له ايه ده؟ عندك تفسير للي بيحصل ده؟ ضحك وقال لي الكيف بيزل يا صاحبي، هي عجوزة بس الحقن سايقاها، جت هنا ضربت وبتهيس علينا بقى. قلت له ايه موضوع تعالى اللي هي عمالة تعمله ده؟ هز كتفه وقال لي ولا اعرف، روح يا عم شوف عايزه ايه وارميها بره المستشفى خلينا نخلص. بصيت له بدهشه وقلت له وانت ما تروحش ترميها بره ليه ان شاء الله؟ ضحك وقال لي عشان انا باخد 2000 جنيه في الشهر، دول يا دوب يجيبوني هنا ويخلوني انام، اكتر من كده مش هعمل. روح يا صاحبي شوف خرجها ولا هتعمل فيها ايه وانا هستناك هنا مش هنام الا لما تيجي. بصيت له وكان واضح وضوح الشمس انه مش هيتحرك من مكانه.
عشان كده قررت انا اروح، بس قبل ما اقوم من مكاني الكاميرا ضربت والشاشه اسودت تماما. فقال لي بضيق بص بقى، هي بوظت الكاميرا كمان، قوم يا عم خرجها من هنا قبل ما تعمل لنا مشاكل، واول ما نور ربنا يطلع هنكلم الشركه تبعت حد يصلح لنا الكاميرا دي. كنت على وشك اخرج، بس ابو سريع ناداني من ورايا وقال لي ايه صحيح، يبقى فتشها بقى اتاكد انها ما سرقتش الكاميرا ولا سرقه حاجه تانية من جوه بدل ما نشيل احنا الليله دي. هزيت راسي ومشيت ناحيه المستشفى، وقلبي بيقول لي ان الليله دي مش هتعدي على خير. وصلت الدور التاني، الدور اللي شفت فيه الست دي. الممر كان فاضي خالص، الاوض ملياه يمين وشمال، ابوابها مفتوحه ونورها مقفوله ومفيش حاجه خالص. وقفت على اول الممر وببص للنور اللي في السقف وهو بيترعش. بلعت ريقي وبصيت ناحيه كاميرا المراقبه البايظه، بس شفتها في مكانها. وبعدين ناديت بصوت عالي لو سمحت يا ست انتي تعالي معايا، ما ينفعش تقعدي هنا. مفيش رد. النور بيترعش والمكان كله شكله مرعب. خدت نفس عميق وتجاهلت تماما قلبي اللي بيترعش من الخوف، وبدأت امشي ناحيه الكاميرا، ناحيه المكان اللي شفتها فيه. وناديت تاني لو ما خرجتيش دلوقتي هضطر اقبض عليك واسلمك للبوليس، ده اللي عايزاه يعني؟ مفيش رد. ورعشه النور بتزيد وخوف قلبي قرب يجنني. ندهت عليها بعصبيه وقلت لها لو ما خرجتيش من مكانك حالا رد فعلي مش هيعجبك خالص. النور كله قفل. وقفت في نص الممر والعتمه محوطاني من كل ناحيه. همست، ما مش للدرجه دي يعني، برضه ما كنتش هعمل حاجه كبيره قوي. وقبل ما اتحرك خطوه من مكاني النور نور وسمعت صوتها. بس النور لما نور ما نورش في الممر كله، نص الممر اللي ورايا بس هو اللي نور، انما النص اللي قدامي كان لسه غرقان في الضلمه. بصيت ورايا، الممر منور، الابواب مفتوحه، كل حاجه تمام. بس قدامي من قلب الضلمه كان في صوت خطوات بطيئه وتقيله بتقرب مني بالراحه. بدات ارجع لورا بتوتر وبصوت حاولت جدا ما يبقاش مهزوز ولا فيه خوف. قلت لها لو سمحت يا ست انتي تعالي في النور، انتي لازم تخرجي من هنا دلوقتي. الصوت بدأ يزيد كأن صاحب او صاحبة الخطوات دي بتجري ناحيتي. قلبي كان هيقف من كتر الخوف. وفجأة ابواب الاوض بدأت تتفتح وتتقفل جامد من حواليا. ما كنتش مستحمل اكتر من كده. لفيت وشي وجريت. جريت فين؟ معرفش، بس في اي حتة فيها نور وابواب الاوض من حواليا بتتفتح وتتقفل. قلبي كان هيقف، بس ما كانش قدامي اي اختيار تاني. انا لازم اهرب دلوقتي حالا. وصلت للسلم اللي المفروض اخرج منه، بس النور قفل قدامي وصوت الخطوات بدأ يزيد من وسط الضلمة، وكأن صاحب الخطوات اتنقل من ورايا لهنا. بدأت اتلفت حواليا، ضلمة من يميني، ضلمة من شمالي، وباب مقفول في وشي. ما كانش قدامي اي اختيار غير ان انزل الدور اللي تحت. جريت على السلم ونزلت بخطوات سريعة وبدون ما ابص ورايا. كنت عارف ومدرك ان النور بيقفل ورايا، وكأن الشيء اللي بيجري ورايا ده بيتدرى جواه. بصيت على الدور اللي قدامي، المفروض ان انا هجري لاخر الممر ومن هناك هخرج بره، ههرب من المكان كله وربنا يتولى ابو سريع بقى، انا مالي. وزي ما يكون الشيء اللي في الضلمه ده سمعني وعارف انا بفكر في ايه. انوار الدور كلها بدات تتقفل ما عدا السلم اللي نازل لتحت، السلم البدروم بتاع المستشفى. وقفت مكاني ثواني بفكر في الاختيار اللي قدامي. الخطوات قربت، تقيله وبطيئه، وابواب الاوض اللي في الممر كلها برضو كانت بتتفتح وتتقفل بجنون، وما كانش قدامي اي حل تاني. جريت على البدروم، وعلى عكس ما توقعت لقيت بابه مفتوح وفي نور جاي من جوه كأنه نور شمعة. دخلت البدروم بالراحة ومن غير ما اطلع اي صوت، وشفت راجل واقف من ظهره وقدامه حاجة لا يمكن اتخيلها، وقلبي كان هيقف من كتر الخوف. من ورايا كل حاجة نورت بشكل طبيعي، الابواب وقفت تماما والصمت سيطر على كل حاجة. بس المشكلة دلوقتي ما بقتش في اللي ورايا، لا المشكلة بقت في اللي قدامي، لأنه قدامي كان واقف راجل
ماسك سكينة كبيرة، وقدامه في بنت مربوطة بسلاسل وجنازير في الحيط بتاع البدروم اللي منور بكام شمعة محطوطين هنا وهناك. محسش بيا وانا داخل، فاتداريت ورا شوية كراتين قديمة وبصيت له. كان بيقرب منها وهو ماسك سكينته، وهي كان جسمها مليان كدمات وجروح كأنها بتتعذب بقالها كام يوم. كان لازم اتصرف، وما كانش ينفع اسيبها في الموقف ده. اتلفت حواليا لحد ما شفت حامل من بتوع المحاليل كان مرمي في الارض. مسكته وقمت من مكاني ورفعته لفوق عشان اضربه بيه، بس ما خدتش بالي من حاجه مهمه. ما خدتش بالي من ظل اللي ظهر قدامه بسبب نور الشموع. في اخر لحظه وطى، فالحامل عدى من فوق دماغه. وقعت على الارض، فاستغل الفرصه وهجم عليا. حاول يضربني بالسكينه بس مسكت ايده. للاسف هو كان اقوى واشرس مني، فكان على وشك يضربني بالسكينه وانا ما كنتش قادر اقاومه. مديت رجلي وخبطت الترابيزه اللي جنبي خبطتين كانوا كفايه قوي عشان يكسروا رجلها وتقع على الارض. الوقعه خلته مش مركز لثانيه. ثانيه كانت كفايه قوي عشان امد ايدي وامسك الشمعه اللي وقعت من على الترابيزه. صحيح هي اتطفت بس مش مهم، غرستها في عينه. صرخ وهو بيقوم من فوقي وبيترمى في الارض. الشمع السايح حرق عينه خالص، وقبل ما يقوم من مكانه شلت الحامل وبكل قوتي نزلت على راسه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما جسمه ما بقاش يتحرك خالص. وقفت فوق وبنهج، ورفعت عيني للبنت وسألتها: انت كويسة؟ اتصلت بالبوليس، جم قبضوا عليه بعد ما كتفته انا وابو سريع اللي كلمته في اللاسلكي. فكينا البنت والاسعاف جه خدها، والبوليس قال لي ان ده سفاح بيدوروا عليه بقالهم سنين، وكان بيجي هنا يقتل ضحاياه اللي كلهم ستات بعد ما يعذبهم. كان بيدخل من شق في الحيط اللي ورا، ومن هناك كان بيستعمل البدروم. سألوني انا وصلت هنا ازاي، فقلت لهم اني سمعت صوت ومشيت وراه. وبصراحة خفت احكي لهم اللي حصل، اصل يا هيقولوا عليا مجنون يا هيضحكوا عليا. بعد كام يوم قالوا لي ان البنت فاقت وعايزة تشوفني عشان تشكرني، وفعلا رحت لها. اتعدلت على السرير لما شافتني. سألتها: انت كويسة؟ قالت لي: اه، انا مش عارفة اشكرك ازاي، انت انقذت حياتي. قلت لها: يا ستي لا شكر على واجب، اكيد لو الوضع معكوس كنت انقذتيني. قالت لي: والمصحف ولا اعرفك. ضحكت بصوت عالي، وقعدنا اتكلمنا شويه في كذا حاجه، وبعدين فجاه وبدون اي مقدمات سالتني: هو انت عرفت مكاني ازاي؟ سكت شويه وما كنتش عارف المفروض احكي ولا اقعد ساكت. في النهايه قلت: لا، ده حقها، من حقها تعرف، بس لو ضحكت عليا هرجع اقول ان انا كنت بهرج وان ده هزار، واقول تاني ان انا سمعت صوت ومشيت وراه وخلاص. وحكت لها كل حاجه بمنتهى الصراحه، من اول الست اللي شفتها في الكاميرا لحد صوت الخطوات، تقفيل الابواب، والحاجه اللي ماشيه جوه الضلمه. وفضلت تسمعني وهي مهتمه، وبان عليها كانها عايزه تقول حاجه بس خايفه او متردده. قررت اشجعها، فقلت لها: اظن انت عايزه تقولي لي اني مجنون، مش كده؟ هزت راسها ان لا. وبعدين سالتني: الست دي شكلها ايه؟ قلت لها: يا فندم؟ قالت لي: الست اللي انت شفتها في الكاميرا شكلها ايه؟ وصفت لها الست حسب ما ذاكرتي ساعدتني. بدأت تعيط جامد لدرجة اني خفت وما بقيتش فاهم حاجة. واول ما مسكت نفسها شوية قالت لي: ماما. بصيت ناحية الباب، انا فكرت ان مامتها جت ولا حاجة وهي بتنادي عليها، بس ما لقيتش حاجة. فسألتها: مالها؟ من بين دموعها قالت لي: الست اللي انت شفتها دي تبقى ماما. مسحت دموعها وبعدين كملت: الله يرحمها. جسمي كله اشعر. اتعدلت على السرير ومسحت دموعها، وبدأت تحكي لي عن والدتها اللي تعبت تعب شديد وهي صغيرة، وماتت هناك في نفس المستشفى اللي هي كانت هتموت فيها. لولا بقى ظهرت روح او قرين والدتها وخلتني اروح الممر وزقتني بالعافية لغاية ما وصلت هناك. صحيح هي خوفتني لغاية ما رحت غصب عني، بس يمكن هي دي طريقتها عشان تخليني اروح، ويمكن لو ما كانتش عملت كده ما كنتش رحت. يعني رغم ان والدتها ماتت من سنين طويلة، الا ان روحها او قرينها وفضلوا موجودين في المكان وظهروا لي بس عشان تخليني انقذ بنتها.